بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. في معنا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. في واحدة بتحكي انها مطلقة من حوالي 4 سنين، وصاحبتها شجعتها على الطلاق وقالت لها انها تستاهل حد احسن، وانه مش قد مستواها. وقتها صدقت الكلام ده وفعلا طلبت الطلاق. بعد الطلاق كانت متخيلة انها هتبقى مبسوطة وحرة ودماغها تبقى رايقة، بس اللي حصل العكس تماما. جوزها حاول يرجع بس هي كانت رافضة، وبعد فترة عرفت انه خطب واتجوز، ومن ساعتها وهي حاسة بالندم كبير وصدمة. وبعد تفكير، هو فعلا كان وحش ولا هي اللي استعجلت وخسرت كل حاجة؟ اللي زاد وجعها ان الناس اللي شجعتها على الطلاق اختفوا طبعا. انا ما كنتش اتخيل ابدا انه ممكن يتفرط فيا بالسهوله دي. وقال لها كل واحد في حاله، وهي بقت لوحدها ولا حد بيسأل عليها. النهاردة هي بتسأل هل ينفع اكلمه واعتذر له؟ هل ينفع نرجع تاني ونلم شملنا؟ بس في نفس الوقت هو اتجوز ومعاه واحدة تانية وبنت بدأت حياتها معاه. هل ينفع ارجع بعد كل ده وبعد اللي حصل ده كله؟ بصي، طبعا هو غلط ان احنا نسمع كلام الناس في حاجات كتير، انه يشجعونا على الطلاق وهو مش من مستواكي وانتي تستاهلي احسن من كده والكلام ده كله. مش كل الناس بتقول الحقيقة، ومش كل الناس نسمع لها. كل حاجة لازم نسمعها لازم نفلترها ونشوفها هي حقيقي ولا لأ. يعني مش حد يجي يقولك لا ده مش مناسب ليكي تصدقي تقول لا مش مناسب ليا. انتي دلوقتي عايزة اقولك يعني دي كده مرحلة عدت في حياتك. انتي حاولي بقى تستفيدي منها ويعني تمشي بقى لقدام. يعني خلاص بقى، بصي اللي حصل حصل والمشاكل اللي حصلت. ان يعني الناس تحاول بقى يعني ان احنا نستفيد من كل اللي حصل ده، ان احنا نتعلم من اخطائنا ما نكررهاش تاني. وان احنا يعني نعيش حياتنا بقى اللي احنا حاسين ان احنا يعني مبسوطين بيه وعايشينه كويس وتمام، نرضى بيه ونقنع بيه. يعني عشان لان هو الناس بتدخل لنا من الحتة دي، تحس ان احنا مش راضيين ومش مقتنعين بحاجات معينة. لا ده مش مناسب ليكي، ده مش كويس، ده انتي تستاهلي حد احسن من كده، انتي. ودلوقتي انتي لما اتطلقتي خلاص لقيتي نفسك لوحدك. كل الناس اللي قالتلك انتي سابتك لوحدك ومشيت. كل واحد مشغول في حاله ومشغول في حياته، واللي هتطلق دي هتعيش لوحدها ومش هتلاقي حد يقول لها انتي فين. فمش هينفع طبعا ترجعي تكلميه وتعتذري له وتقولي له ان انتي ترجعوا تلموا شملكوا تاني. ده هيبقى صعب لان هو خلاص دلوقتي هو اداكي فرصه مره واثنين وثلاثه، وحتى بعد ما اتطلقتوا رجع كلمك وبرده انتي مرضتيش. فقلتي في وسط الكلام ان هو حاول ترجعوا بعد الطلاق وانتي مرضتيش برده، وكنتي شادة عليه ومش مدياله فرصة. فخلاص اللي حصل حصل. يعني الحاجة اللي حصلت مشكلة خلاص مش هينفع نرجع فيها تاني. يعني المشكلة الحاجات دي ما بينفعش نرجع. هي عايش حياته خلاص واتجوز دلوقتي، فهي ايه ذنبها البنت اللي هو اتجوزها ان هي ترجع تاني تلاقيه هو بقى رجع متجوز تاني؟ وانتي ليه هتطلعي ترجعي تخشي في حياته وتعملي له مشاكل تاني؟ خلاص انتي قلتي ان انتي مش عايزاه، فهيبقى صعب ان انت ترجعي. احسن لك بقى ان انت تعيشي حياتك بقى لقدام، تفكري بقى لقدام تعملي ايه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ اذا كنت عايزه تشتغلي تعيشي حياتك تنبسطي، لما تلاقي قبلي حد كويس تقتنعي بيه وتشوفي هو مناسب بالنسبه لك تكملي معاه وما تسمعيش الكلام لحد بعد كده. وبرده اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات يقولوا لنا رايهم ايه. وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده. اورفوار.